وين الثوابت الوطنية المتفق عليها بين كل السودانيين؟ ولا شنو ما لقينا لحد الآن حاجة توحدنا كلنا كسودانيين وتنسينا كل الخلافات؟ الهوية السودانية الحكاية شنو؟ السودان يا عزيزي ما مجرد بلد عادي، دي حضارة عظيمة لها آلاف السنين. كفاية إنه نهر النيل العظيم اللي بيجمع جبال إفريقيا بالصحراء العربية في دم واحد. سؤال، الهوية السودانية عربية ولا إفريقية؟ حجاوب لك على السؤال ده لكن لقدام شوية، لكن هسه خلينا أقول لك الهوية السودانية هي مزيج تاريخي رهيب، كوش أمروي بينه حضارة عملاقة، ثم العرب جابوا الإسلام واللغة والثقافة واختلطت الدماء والأرواح. شمال بعيش العروبة وجنوب وغرب بحافظوا على الإفريقية الأصيلة. دي خلقت لنا سودان حضاري تنوعي عظيم. التنوع حيعمل حاجة عظيمة لو لقى رجال صالحين، لكن للأسف فشل إدارة التنوع ده لصالح الشعب والوطن. فالتنوع خلق لنا اختلافات، والاختلافات خلقت لنا انقسامات، والانقسامات ولدت لنا صراعات، والصراعات جابت لنا الحروب، والحروب صنعت لنا دولة فاشلة وواقع مرير. وفرض الهوية العربية الإسلامية من الخرطوم خلق إقصاء الأطراف وأدى إلى الحروب زي دارفور والجنوب وانفصال 2011 وحرب الكرامة. والنخب استغلت الاستعمار اللي قسم البلد، واليوم السياسيين بيستخدموا الهوية للكسب السياسي فقط. فالثقة ضاعت بيننا، والوحدة اهتزت بين الناس، والوطنية بقت شعارات بين النخب السودانية. زي ما قال الصادق المهدي، الثوابت موجودة في الورق: وحدة السودان، الديمقراطية، احترام التنوع الثقافي والديني، والمصلحة القومية. ده كله على ورق. ولكن المشكلة إنه النخب دائما بتفرض رؤيتها وبتخلي الثوابت دي تبدو مركزية أو إسلامية بس. وقال لازم نعمل توافق وطني شامل عشان نرسخ الوحدة والعدالة، وإلا حنفضل في نفس الدائرة دي. أما الدكتور جون جارين كان عنده رأي تاني، قال ما في ثوابت أصلا متفق عليه، لأنه النخب في الخرطوم ما سألت الشعوب في الأطراف. وقال الثابت الحقيقي لازم يكون في مواطنة متساوية، توزيع عادل للسلطة والثروة، دولة علمانية تحترم كل الثقافات والأديان. واللي بيحصل ده بسبب فرض الهوية الإسلامية، وده اللي أدى إلى الانفصال والحروب. وقال برضو بدون حوار صادق ما بنتوحد. وأما المفكر الإسلامي حسن الترابي قال الثوابت الوطنية لازم تكون مبنية على الشريعة الإسلامية كأساس مع احترام التنوع. وبيقول لكن الخلاف ده جاي من عدم التوافق على دور الدين في الدولة، والنخب اللي بتدعو للعلمانية بتفرض الرؤية بتاعتها، والإسلاميين بيحاولوا يحافظوا على الهوية. وقال لازم نرجع للتوافق على ثوابت إسلامية مرنة توحدنا، مش نلغي بعض. أما الرواي والمفكر السوداني الطيب صالح قال السبب الرئيسي إنه من يوم الاستقلال ما قعدنا قاعدة صادقة تحدد من نحن كسودانيين. الهوية معلقة بين العروبة والإفريقية وبين الدين والعلمانية،